أهلا بيكم في كورس جديد، كورس اسمه اثبت. هنتكلم في مواضيع مهمة هتفيدكم وهتبنيكم في الإيمان. النهاردة هنبدأ بموضوع الجهاد والنعمة. وعايز أسألكم قبل ما نبتدي، لما سمعت كلمة الجهاد إيه أول حاجة جت في دماغك؟ أيوة أنا سامعكم على فكرة. عادة لما بنتكلم عن الجهاد فبيجي في ذهننا أفكار كتيرة جدا. أعتقد النهاردة وإحنا بنتكلم عن الجهاد والنعمة في حاجات كتيرة ممكن تفيدنا وتتصلح جوه أذهاننا. اللي هنتكلم فيه النهاردة في البداية هنقول عبارات وتعريفات عن أهمية الجهاد، والكتاب المقدس بيقول إيه عن فكرة الجهاد. هنتكلم عن الجهاد والنعمة، هل في خناقة ما بينهم؟ هل هم أصحاب وإحنا ما نعرفش؟ وبعدين هنتكلم طيب نجاهد، يعني ايه نجاهد ونجاهد في ايه بالظبط؟ وبعدين هنختم بآيات سريعة جدا. واحد من الكتاب قال العبارة دي، قال: هكذا أرى الحياة مع المسيح، أنه لا مسيرة جادة معه بدون جهاد يومي وبدون سعي دائم بكل الطرق لمشابهة يسوع المسيح. واحد تاني من الكتاب قال: على المؤمنين الذين تحرروا بكل تأكيد من دينونة الخطية أن يكون شغلهم الشاغل كل أيام حياتهم أن يميتوا قوة الخطية الساكنة فيهم. الجهاد مع العالم ومع الجسد ومع الشيطان. الجهاد مع الثلاث أنواع دولت جهاد يومي مستمر وصعب مش سهل. الجهاد بينعش الروح القدس بداخلنا، يحررنا من عبودية الذات ومن سلطان الكسل واللامبالاة. على فكرة الاجتهاد أو الجهاد مش ضد الإيمان، مش متناقض مع الإيمان، بل بالعكس. الاجتهاد والجهاد اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة يقوي إيماننا، يدعم إيماننا وقت ما الشيطان يحاول يكسرنا ويهزمنا. في تسالونيكي الثانية 1:11 بيقول آية مهمة جدا: أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسيرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة. الاجتهاد هنا هو عمل الإيمان. كلمة اجتهدوا، لما تقروا كلمة اجتهدوا في الكتاب المقدس أو جاهدوا، الكلمة دي في الأصل بتعني صارعوا، نازعوا حتى تفوزوا. كلمة مجاهدين بتيجي بمعنى ان احنا بنجاهد معا كفريق، كرياضيين، فريق عايز يكسب، فريق عايز يتحد مع بعضه عشان الفريق المقاوم ليه عنيد وقوي. الفريق المقاوم لينا في حياتنا الإيمانية الشيطان، الجسد، العالم. يا ترى الكتاب المقدس بيقول لنا ايه عن الجهاد؟ واحدة من الآيات اللي بتقول جاهد جهاد الإيمان الحسن. في عبرانيين 12 ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. في بطرس الثانية وأنتم باذلون كل اجتهاد. على قد ما تقدروا ركزوا ان انتوا تجاهدوا وتجتهدوا. وفي بطرس الثانية برضو بيقول لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. تخيلوا أن الرب يسوع بيقول لينا اجتهدوا. في لوقا 13:24 اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. في تيموثاوس الثانية 2:5 وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. انتوا متخيلين كم الآيات اللي أنا بقولها؟ وفي زيها كتير جدا. فواضح إنه الكتاب المقدس قاصد إنه يقول الموضوع بجد. كل مرة تقروا أو تسمعوا اجتهدوا، جاهدوا، مجاهدين، لازم تفرحوا. عارفين ليه؟ عشان الله بيتعامل معانا ككائنات عاقلة مسؤولة واعية. الناس دول بيتوقعوا مقاومة يومية ومستمرة من الشيطان، وعشان كده في المقابل لازم نبقى صاحيين واعيين، يكون عندنا إرادة إننا ما نكسلش أو نخدر نفسنا بأن احنا كويسين ومفيش داعي أبدا لموضوع الجهاد ده. إيه حكاية الجهاد والنعمة؟ هو الجهاد ضد النعمة؟ هو معنى إن احنا بنقول نجاهد فمعناه كده إنه مفيش نعمة؟ طب لو النعمة بتقول إن احنا بنخلص بالنعمة، معناها إن احنا نعيش بقى براحتنا وبأريحية ونعمل اللي احنا عايزينه؟ هل الموضوع كده في الكتاب المقدس؟ في الحقيقة الجهاد مش مجرد أعمال بشرية. اسمع العبارة اللي جاية لو سمحت: الجهاد ليس مجرد أعمال بشرية دون نعمة الله.
يعني احنا النهاردة مش بنتكلم عن ان احنا بس نعتمد على مجهودنا البشري ابدا. اسمع العبارة التانية الصعبة: الجهاد لا يصنع خلاصا، ولكنه يحافظ ويقدس الحياة الجديدة التي أخذناها من الله بخلاص المسيح الممنوح لنا بالنعمة. الجهاد الروحي هو جهاد الروح القدس بالنعمة فيك ومعك ولأجلك. بصوا بولس الرسول في رومية 8:13 بيقول إيه؟ لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. فيليب 2:13 لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. واللي يطمنا أكتر الرب يسوع في إنجيل يوحنا بيقول لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. انتوا عارفين يا شباب إنه في الكتاب المقدس مفيش أي تعارض ما بين الجهاد والنعمة. في الكتاب المقدس في توازن وتناغم عجيب. هحكي لكم قصة يمكن توضح المفهوم ده. فاكرين زمان في العهد القديم حرب عماليق؟ في حرب عماليق موسى كان بيصلي وبيتشفع، وده دور النعمة والدور الإلهي وتفعيل اليد الإلهية القديرة. وفي نفس الوقت يشوع كان بيحارب، وده الدور الإنساني والجهاد. فموسى بيصلي بيفعل النعمة والدور الإلهي، ويشوع بيحارب بيفعل الدور الإنساني. في رسالة بولس لتيتوس إصحاح 2 عدد 11-15 آيات في منتهى الجمال. هقرأ لكم منها آيات صغيرة وارجعوا تاني اقروا الآيات دي في البيت. لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة. أدي نعمة ربنا اللي بتخلص كل الناس، نعمة الله المخلصة لجميع الناس. بس كده؟ لأ، ده بيكمل وبيقول لأنه ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. يعني النعمة مش بس بتخلصنا، النعمة بتعلمنا. النعمة مخلصة وهي أيضا معلمة. تعلمنا إيه يا ترى؟ تعلمنا حاجات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة: أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، وأن نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. اسمع العبارة دي لو سمحت: النعمة تقبلنا كما نحن ولا تتركنا كما نحن. يعني إيه؟ يعني الله بالنعمة بيقبلنا ويخلصنا، لكن مش بيسيبنا زي ما احنا. لو احنا قبلنا المسيح ولسه عايشين في خطايانا يبقى لازم نحط علامة استفهام، يبقى في مشكلة كبيرة. النعمة بتقبلنا زي ما احنا بخطايانا، لكن مش بتسيبنا زي ما احنا عايشين في خطايانا. في نفس الرسالة اللي بولس بيكتبها لتيتوس وبيقول خلي بالك احنا منتظرين الرجاء المبارك، والرب يسوع بيطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. أنا وإنت وإنتي مدعوين إننا نعيش كشعب المسيح ونعمل أعمال تليق بالمسيح. إذن في الجهاد الروحي المؤمن بيقوم بإخلاص وتفاني حقيقي بدوره، وهو بيقوم بالدور ده هو معتمد تماما على قوة ربنا ونعمة ربنا وروح ربنا. السؤال اللي ممكن حد فيكم يسأله: نجاهد في إيه؟ عرفنا الكتاب المقدس بيقول إيه عن الجهاد، وعرفنا يعني إيه جهاد، وعرفنا قد إيه الموضوع ده مهم. أيوة، نجاهد في إيه؟ يا ترى إيه مجالات الجهاد؟ عايز أسيب معاكم الشاهد اللي في بطرس الثانية إصحاح 1 من عدد 3 لعدد 11، ودي الآيات اللي هناخد منها مجالات الجهاد. فمثلا نقدر نشوف بطرس بيقول اجتهدوا، نقدر نقول له نجتهد في ايه. بس قبل ما اقول لكم المجالات بتاعه الجهاد عايز اقول لكم مفيش مؤمن مش عايز يكون شبه الرب يسوع، مشابهين صورة ابنه. بس السؤال اللي ينفع نسأله: ايوه، ازاي اشابه الرب يسوع؟ وفي ايه بالظبط قصدك اشابه الرب يسوع؟ احضر اجتماعات اكتر؟ اصلي اكتر؟ ارنم اكتر؟ اعمل اعمال خير اكتر؟ ولا انت قصدك ايه في اني اشابه الرب يسوع؟ في الحقيقة رحلة المشابهة بالرب يسوع بتشمل كل الحياة وكل دوائر الحياة. ورحلة المشابهة عايزة وقت، مجهود، إرادة، محبة. بطرس الرسول بيقول وأنتم باذلون. عارفين الشخص السبونسر اللي مسؤول عن إنه ينجح حفلة؟ إحنا بالظبط كده، إحنا عايزين نبذل كل ما في وسعنا عشان نظهر الرب يسوع في حياتنا. أعظم حدث عندنا كمؤمنين بالرب يسوع إن الرب يسوع يظهر في حياتنا، يغيرنا، يتحد بينا، يظهر في حياتنا. مجد ربنا
بيظهر من خلالنا. لو أنا مؤمن وعايش باستهتار، وعايش وأنا متصالح مع الخطية، وعايش وكله زي بعضه عندي، أعتقد دي مشكلة كبيرة جدا. أنا المفروض عايش عشان أمجد ربنا، ومجد ربنا من خلال شخصيتي اللي فيها احنا بنتكلم على مجالات الجهاد. الرب يسوع نفسه قال أنا مجدتك على الأرض. فالرب يسوع عمل مشيئة الله الآب اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، واحنا بنتكلم عن مجالات الجهاد. يلا عدوا معايا مجالات الجهاد. رقم 1، الجهاد في الإيمان. بيقول في رسالة بطرس الثانية إصحاح 1 قدموا في إيمانكم. واضح إنه بيبدأ في العلاقة مع ربنا. أنت مهم إن أنت تبقى مركز في علاقتك الروحية مع ربنا، تركز في إيمانك مع ربنا، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. إيه أخبار علاقتك مع ربنا؟ هل في علاقة حقيقية ولا علاقة سطحية؟ أنت محتاج تركز وتسهر على حياتك الروحية. اسمع العبارة دي، الشيطان بيسهر على حياتك الروحية أكتر ما أنت بتسهر عليها. الشيطان مركز إنه يضعفك، إنه يكسرك، إنه يخليك مقيد بعادات، مقيد بخطايا، مقيد بعلاقة معينة، مقيد بحاجات ما تقدرش فيها تبقى رافع راسك وانت عايش بانتصار. عشان كده رسول بطرس بيبدأ بيقول قدموا في إيمانكم. جهدوا واسهروا إنه إيمانكم يبقى طول الوقت ثابت، وإيمانكم يبقى طول الوقت مرفوع بربنا. وبعدين بيتكلم فيه إنه إزاي الإيمان ده إحنا محتاجين نكون طول الوقت يقظين عشان الشيطان ما يكسرناش. 2، الجهاد في الفضيلة. قدموا في إيمانكم فضيلة. يعني إيه الفضيلة؟ يعني الأخلاق المسيحية. ألم تقاوموا بعد الدم مجاهدين ضد الخطية؟ فواضح إنه الكتاب المقدس بيقول لنا اجتهدوا علشان أخلاقكم المسيحية تفضل موجودة. هتعيشوا وسط ثقافة صعبة، هتعيش وسط ناس ممكن تكون بتجرك انك تعمل الخطية. من فضلك قدم في جهادك، قدم في ايمانك فضيلة. خلي بالك من اخلاقك. هل فيك يرون يسوع؟ هل اخلاقنا تقول اننا مسيحيين؟ 3، الجهاد في المعرفة. وفي الفضيلة معرفة. انمو في معرفة ربنا يسوع المسيح. اسمع الآية الجميلة، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. في معرفة المسيح حياة. عشان كده لازم نجاهد علشان نظهر هذه الحياة في حياتنا. الحاجة اللي بعد كده رقم 4، الجهاد في التعفف. التعفف مش العفة، التعفف مش القداسة، التعفف هو ضبط النفس. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. عشان كده مهم ان انت تجاهد في انك تضبط نفسك. أعتقد محتاج تراجع نفسك لو أنت لحد دلوقتي مش قادر تضبط غضبك، وأنت منفعل مش قادر تتحكم وتسيطر على غضبك. لو أنت بتتكلم أنك عايز تمشي رحلة في تبعية وتلمذة للرب يسوع، أنت محتاج تضبط نفسك، تعيش التعفف. أخبار لسانك إيه؟ أخبار الأمور اللي أنت بتشوفها على السوشيال ميديا والتليفون إيه؟ هل فيها تعفف؟ هل بتقدر تقول لأ للخطية؟ جاهد في التعفف. عشان كده مهم تعرف انه التعفف هو انك تسيطر على رغباتك، تسيطر على علاقاتك وغضبك. واما ثمر الروح يقول حاجات كتيرة واخرهم تعفف. هل عندك التعفف ده؟ رقم 5، مجال خامس من مجالات الجهاد، الجهاد في الصبر. وفي التعفف صبرا. عارف يعني ايه صبر؟ يعني يكون عندك متانة، تقدر تواجه الخطية، تقدر تواجه التجارب، تقدر تواجه الصعاب. لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا ولنحاضر بالصبر. طول الوقت هو حاضر بالصبر. الجهاد في التقوى. رقم 6، وفي الصبر تقوى. بولس بيقول قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. في بطرس الثاني إصحاح 1 اللي احنا بنقرأ بيقول كما أن قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. تقدر دلوقتي وانت بتشوفني تقول ازاي هقدر أعيش كل الحاجات ديت؟ دي حاجات صعبة جدا. عايز أشجعك وأقول لك انت مش لوحدك. الله اللي دعاك يقدر يدي لك معونة انك تعيش الحياة. قدرته الإلهية وهبت لك أن تعيش هذه النوعية من الحياة وهذه النوعية من التقوى. رقم 7،
الجهاد في المودة الأخوية، وفي التقوى مودة أخوية. يعني إيه المودة الأخوية؟ إنك تتحمل مسؤولية غيرك، إنك ما تعيش بأنانية، إنك تحتمله وتدعمه وكمان تشجعه. عشان كده مهم جدا واحنا بنتكلم عن نماذج ومجالات الجهاد تكون كل الأمور ديت معانا. رقم 8، الجهاد في المحبة وفي المودة الأخوية محبة. اسمع بطرس بيقول إيه؟ طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. أنت محتاج تسهر على إنك تقيس محبتك لإخواتك شكلها إزاي. عايز أختم معاكم بأمر مهم جدا. إحنا بنتكلم عن الجهاد والنعمة. أنا عايز أشجعك إنك لو اتقابلت مع الرب يسوع، ودلوقتي فرصة إنه الرب يسوع بينادي على كل واحد فينا إنه فرصة إنك تقبل إليه مهما كانت حالتك، مهما كانت خطاياك، مهما كانت الصورة اللي انت واخدها عن نفسك أو عن ربنا. دلوقتي فرصة إنك تبدأ صفحة جديدة مع الرب يسوع المسيح. الرب يسوع بيقبلنا زي ما احنا، لكن كمان بيقول لنا أنا عايزك تعيش حياة نظيفة، حياة نقية، حياة مقدسة. عايز أشجعك جدا بالآية اللي موجودة في كورنثوس الثانية 5:17. الرسول بولس بيقول لك وبيقول لي: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. في الوقت اللي انت فيه قلت يا رب أنا بجيلك بكل همومي، بجيلك بكل خطاياي، بجيلك بكل عاداتي، بكل إدماناتي، بكل حاجة كسرت قلبك، أنا ببقى مصدق إنه في تغيير هيحصل وفي خليقة جديدة. إذن الأشياء العتيقة اللي انت عشت فيها واللي كانت مستعبداك واللي انت بتعاني منها لحد دلوقتي، انت مش بتسمع ولا بتشوف الفيديو ده صدفة، لكن الرب يسوع بينادي عليك وهو عارف حالتك وبيقول لك تعالى دلوقتي، ها أنا ده واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الرب يسوع بيرحب بيك، الرب يسوع بينادي عليك، الرب يسوع عايز يبدأ صفحة جديدة معاك. أنت الكسبان، هتعيش حياة مختلفة، حياة غنية. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في نفس الآية في يوحنا 10:10 بيقول في واحد حرامي عايز يسرق فرحتنا ويسرق سعادتنا. السارق لا يأتي إلا ليذبح ويسرق ويهلك، لكن الرب يسوع جاء عشان يديك حياة وحياة أفضل. الآية دي بتقول إنه هو ده الكل قد صار جديدا. دلوقتي ينفع تقرر إنك يا رب أنا قبلت دعوتك، أنا سمعت ندائك. وإحنا بنتعلم عن الجهاد والنعمة، أنت قبلتنا بالنعمة وخلصتنا بالنعمة وهتمشي معانا بقية حياتنا بالنعمة، لكن كمان بتطلب مننا أننا نسهر ونجاهد، نبقى واعيين أن الشيطان هيحاول يوقعنا. الأشياء العتيقة قد مضت. هدفنا كمؤمنين من اللحظة دي أننا نميت كل ما هو عتيق وكل ما هو قديم. من فضلك ركز معايا في الآيات دي. في كولوسي 3:5-9 بولس بيقول يا ناس يا بتوع كولوسي، يا ناس يا اللي قبلتوا الرب يسوع، فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. قصدك إيه يا بولس؟ نموت إيه ونتخلى عن إيه ونرمي إيه؟ يقول فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. وبيكمل بيقول الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حينما كنتم تعيشون فيها. انتوا كنتوا عايشين كده، انتوا كانت حياتكم فيها كل اللخبطة ديت، لكن دلوقتي لا. أما الآن في عدد 8 فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. يلي بتشوفني، يلي بتسمعني، أنت خلعت الإنسان العتيق في اللحظة اللي فيها قلت له ارحمني، أنا خاطي، أنا عايزك تدخل جوه قلبي وتغيرني. أنت لازم تبقى عارف إنه الإنسان العتيق خلاص موجود، لكنه انتهى تأثيره وفعاليته، لأنك هتلبس الجديد. وده اللي أنا هختم بيه معاكم. الكل قد صار جديدا. في كلوسي 3:12-14 زي ما بيقول أميتوا، اطرحوا، اخلعوا، بيقول أنا عايزكم تلبسوا حاجات جديدة، حاجات جميلة. في عدد 12 بيقول فالبسوا كمختاري الله. انتوا الناس اللي ربنا اختاركم، انتوا الجيل اللي ربنا شاور عليكم وقال أنا عايز الجيل ده يمجدني، أنا عايز الجيل ده يعيش باختلاف،
أنا عايز الشاب والبنت ديت تبقى بركة لبيتها، بركة للدايرة اللي هي فيها. عشان كده بيقول فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. أنت محبوب على قلب ربنا، وأنت مكرس إنك تعيش حياتك لربنا. القديسين المحبوبين أحشاء رأفات. يلا طبيعتك هتتغير وحياتك هتتغير، وهتلبس أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا. الشخص اللي كان عصبي وبينفعل على أقل حاجة وبيغلط كل ما بيغضب، دلوقتي بقى بيحتمل إخواته، بقى بيغفر لإخواته. مسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وفي عدد 16 بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. وبيكمل باقي الآيات وبيقول كل ما عملتم بقول أو فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع المسيح. خلي بالكم، في حاجات هنطرحها وفي حاجات هنلبسها. انت عارف ايه بالظبط الحاجات اللي المفروض تطرحها؟ بعد ما صليت صلاة التوبة وقلت له اقبلني وغيرني، انت محتاج من جواك تقول له انا بمعونتك وبنعمتك هرمي الحاجات دي، الحاجات اللي متقلاني، الحاجات اللي مخلياني تقيل وانا ماشي ومكسور ومستعبد. الرب يسوع بيفكرنا في يوحنا 8 إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنت محرر لأنه مدفوع فيك ثمن غالي، دم المسيح. دم المسيح أقيم وأغلى من إننا نعيش في خطية ونحبها ونفضلها عن المسيح. النهاردة وقفنا قصاد أمور كتيرة، منها وصية كتابية صريحة أن نجاهد وأن نجتهد، وعرفنا انه مفيش خناقه بين الجهاد والنعمه، لكن الاتنين بيكملوا بعض. وعرفنا ايه اللي نجاهد فيه في مجالات النعمه، وعرفنا ايه اللي المفروض نميته، وايه اللي المفروض نشابه فيه الرب يسوع. بصلي من كل قلبي انه الجهاد والنعمه يفضلوا طول الوقت قدام عينينا عشان نتغير الى تلك الصوره عينها. ربنا يبارككم.